ايه ده ايه ده ايه ده، انت شايف الشخص اللي هناك ده؟ شايف هو قد ايه ناجح؟ يا سلام يا بخته. هو ده حاسس بحاجة يا عم؟ اللي بيجرى في الدنيا اي حاجة هو عايزها بتجيله على طول، اي حاجة نفسه فيها يعمل كده بس هتلاقيها قدامه. يا ريتني بس ابقى زيه او حتى ابقى ربعه، هو انا اقدر؟ يا سلام شوفوا ازاي ناجح. هو ازاي كده اتعب واتعب واتعب وبس مش عارف ابقى ربعه او حتى تلته. يلا الدنيا حظوظ. لا 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 لا، استنى كده وتعالى بس اقولك قبل ما تتمنى حاجة. الشخص الناجح ده هو اكيد ما وصلش اللي هو فيه ده من يوم وليلة، لا انت دلوقتي بتشوف النتيجة. انت ما شفتش السهر اللي هو سهره، ولا شفت التعب اللي هو تعبه، ولا شفت كمية الانهيارات اللي انهارها، ولا شفت بس من تعبه ولا من الجهد اللي هو بذله. ممكن ما يكونش بينام الليل عشان يوصل اللي هو فيه ده، ممكن يكون كل يوم بيعيط عشان هو خايف ان هو يفشل او حاسس ان هو بدأ يفشل. انت ما شفتش اي حاجة من دي، انت بس شفت النتيجة، لكن ما شفتش اي حاجة من التعب، وما شفتش هو بيعاني من ايه او عانى من ايه عشان يوصل لكده. لو عايز تبقى مكانه لازم تشيل الشيلة كلها بتاعته، تشيل تعبه، تشيل ظروفه اللي انت ما تعلمش عنها حاجة، سواء كانت اجتماعية نفسية، ممكن يبقى عنده مرض نفسي بيتعبه انت ما تقدرش تستحمله، او مرض جسدي هو مش هيطلع يقول لك انا تعبان وعندي كذا كذا، لا. فانت ممكن التعب ده انت ما تقدرش عليه، او عنده حاجات عائليه انت مثلا عايش عيلتك مبسوطين، هو مثلا يكون لا فاقد حته العائله. ربنا بيوزع الارزاق علينا كلنا، فلو انت عايز تبقى مكان حد هتشيل شيلته كلها. فاوعى تتمنى ان انت تبقى مكان حد، ابقى راضي بمكانك، اجتهد واتعب واعمل اللي عليك، طور من نفسك، اشتغل يمين وشمال، حاول تتعلم منه هو وصل ازاي للمكان ده، وابدأ من الصفر واحدة واحدة هتبقى زيه. اوعوا تتمنوا ان انتوا تبقوا مكان حد، ولكن اجتهدوا عشان تبقوا زيه او احسن منه ان شاء الله. اتعب على نفسك، انت متعرفش النجاح الهائل ده هو وراه ايه، وراه تعب قد ايه، وراه ظروف قد ايه انت ما تستحملهاش. ممكن هو يكون بيتمنى ان هو يعيش ظروفك. اتعب على نفسك واجتهد، وان شاء الله توصلوا لكل اللي انتوا بتتمنوه. انا بهجة، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.